السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير، وحشتوني كتير. هنعمل مع بعض النهاردة فتة شاورمة الفراخ بطريقة سهلة وبسيطة جدا. يلا بينا نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف احنا هنعملها ازاي. عندي اول حاجة حبايب قلبي لتتبيلة الشاورما هننزل بواحدة زبادي، وعندي ليمونة، ومعلقتين كبار من الزيت، ومعلقتين خل، وهنزل بمعلقتين برضو من الكاتشب. ممكن نحط صويا صوص وممكن نحط دبس رمان، بس انا طبعا مش متوفر عندي فهنستغنى بس هنكتفي بس بالكاتشب. وهنزل بعد كده بالتوابل بتاعتي. عندي هنا ملح، فلفل، توم باودر، قرفه، كزبره، شويه من توابل الشاورما، وبابريكا طبعا. هنقلب بقى التوابل لحد ما كده يا حبايبي التتبيله بتاعتي اصبحت جاهزه للشاورما بتاعتي. هنزل بقى بالفراخ، طبعا انا غسلاها كويس جدا. هنقلبها في التتبيله وهنسيبها في التتبيله دي على الاقل خالص لمده ساعتين. كل ما بتسيبيها في التتبيله وقت اكتر كل ما هتطلع معاكي حلوه جدا، هتديكي نتيجه كويسه جدا وطعم جميل جدا. هنسيبها بقى في التتبيله وهنعمل بعد كده مع بعض التوميه. لعمل التوميه حبايب قلبي هنحتاج نص كوبايه من اللبن، ونص كوبايه من الميه، وهنضيف عليهم معلقتين من النشا. هنقلبهم على البارد وهنرفعهم على النار لحد قوام التوميه بتاعتي ما تتقل معايا، يبقى زي المهلبيه كده. هنفضيها في طبق واسع علشان تبرد معانا بسرعه، وبعد كده هنشتغل نكمل بقيه التوميه بتاعتنا حبايب قلبي. خلاص احنا كده رفعنا المهلبيه بتاعتنا من على النار، النشا لحد القوام بتاعنا ما بقى زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله حلو جدا. هنفضيها بقى في طبق ونسيبها على جنب لحد ما تبرد. ويلا بينا نعمل مع بعض الشاورما بتاعتنا. عندي طاسه بتاعتي على النار فيها شويه زيت صغيرين طبعا عشان الشاورما بتاعتي فيها زيت. هننزل بالشاورما بالفراخ بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا صدور الفراخ بتاعتي ما بتاخدش وقت كتير في التسويه. اول ما الميه بتاعتها تنشف نعرف انها كده خلاص استوت. هي كده ابتدت ميتها تنشف معانا، فاضل لها بس حوالي 5 دقايق على النار وهنطفي عليها. هنعمل حبايب قلب التوميه بتاعتنا مع بعض. هننزل بالنشا بتاعتنا اللي احنا عملناها، الميه واللبن والنشا، هننزل بيها في الكبه. وعندي بعد كده معلقتين كبار من المايونيز، ممكن تستبدليه بالزبادي لو ما عندكيش مايونيز. هنزل بعد كده بمعلقه من الخل ومعلقه من الزيت، وعندي 4 فصوص من الثوم صغيرين، نص معلقه من الملح، وعندي هنا كوبايه نص كوبايه لبن على ميه. وهنضرب كل الكلام ده مع بعضه في الكبه بتاعتنا وارجع لكم تاني حبايب قلبي. كده حبايبي شايفين كده قوام التوميه بتاعي حلو جدا، يفضل انها ما تكونش تقيله ولا خفيفه، قوامها كده حلو جدا. هنبتدي بقى نغرف طبقنا. طبعا انا عشان وقت الفيديو ما يكونش طويل عليكم انا كنت محمره العيش، بس يا ريت ما تحمروهوش اكتر من كده عشان ما يغمقش معاكي. يفضل ان انت تقليه في زيت كتير عشان يبقى كله لون واحد، اللون الذهبي الجميل ده. هنحط شويه عيش، والرز طبعا كان جاهز عندي وانا عاملاه معاكم كتير قبل كده في القناه. هنحط شويه عيش، اضيف كمان شويه. هنزل بعد كده بشويه من التوميه،
هجيب الرز بقى بتاعي اللي انا عاملاه هنا. حبايبي شايفين الرز بتاعي مفلفل بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. هنحطه بقى على العيش. بعد ما حطينا الرز هننزل بقى بالفراخ بتاعتنا، الشاورما بتاعتنا. رصيها زي ما انت عايزه او ممكن نحطها عادي كده مباشره، بس انا بحب ازين الطبق بتاعي. بعد ما رصيت الفراخ بتاعتي كده على الوش، هنزل طبعا بقى بشويه من التوميه برضو على وش الفراخ. شايفين شكلها ما شاء الله جميله جدا. ممكن طبعا نزينها من على الوش بشويه كده من اللوز. ولو عندك بقى شويه من الكزبره. ولو في بقى بقيت شويه عيش عندك ممكن نحطهم كده على حرف الطبق. وبقيه التوميه طبعا احنا بنقدمها مع الاكل جنب الاكل عشان اللي حابب يزود يزود. وبكده يا حبايبي نكون وصلنا لنهايه الفيديو النهارده. عملنا مع بعض النهارده فتة الشاورما بالفراخ. اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم. انتظروني ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد. كان معاكم نورة وليد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.